إنه لغز آخر في الأعماق، حيث تتلاشى الآمال بالنسبة ل5 سائحين أثرياء تيتانيك الذين اختفوا أثناء استكشاف الحطام على متن غواصة صغيرة. سؤال واحد يستمر في الظهور: ما حدث؟ من المحتمل ألا يعرف أحد أبدا بعد أن صمت النداء الفرعي غواصة فجأة على بعد مئات الأميال قبالة سواحل كندا وحوالي 13,000 قدم تحت الماء بجانب تيتانيك. كان على متن الطائرة مليارديرا بريطانيا، واحدا من أغنى الرجال في باكستان، وابنه مستكشف فرنسي مزيف، والرئيس التنفيذي للشركة التي تدير الغطس، الذي بدأوا الرحلة في وقت مبكر من يوم الأحد مع 96 ساعة من الأكسجين داخل الغواصة، ولم يسمعوا عنها منذ ذلك الحين. يتفق خبراء الغواصات على أن 5 حوادث محتملة هي السبب الأكثر ترجيحا، وربما يكون التفسير الأكثر وضوحا هو أن الغواصة أصبحت متشابكة في حطام التيتانيك نفسها. انقسمت السفينة إلى قطعتين حيث غرقت في عام 1912، وتلك الأقسام الآن تقع وسط حطام ضخم. يعد حقل الحطام في قاع البحر الذي يبحر في الحطام خطيرا للغاية وفقا لأولئك الذين غوصوا، فمن المحتمل أن يكون قائد الغواصة قد أصيب بالارتباك، ربما بعد انقطاع الاتصالات، مما تسبب في تعطل المركبة. وصف مستكشف آخر كيف اجتاح تيار مفاجئ تحت سطح البحر غواصته في الحطام، مما جعلها عالقة مؤقتا، حيث تم تجهيز تيتان بأوزان متدلية يمكن إلقاؤها في الخارج لمنحها طفوا إضافيا يحتمل أن تحررها وتساعدها على الطفو على السطح. ولكن إذا كانت عالقة على سبيل المثال داخل تيتانيك، قد يكون هناك القليل مما يمكن للطاقم القيام به باستثناء انتظار المساعدة. قد يكون الضجيج الذي تم التقاطه على سونار هو قيام الطاقم المحاصر بالطرق على بدن الغواصة لجذب الانتباه، لكن رجال الإنقاذ ما زالوا غير قادرين على العثور على المركبة تايتان، التي قد تكون قد عانت أيضا من انقطاع التيار الكهربائي أو فشل المعدات، وتعتمد الغواصة على البطاريات تشغيل الاتصالات، وفشل يمكن أن يفسر سبب فقد الاتصال بالسطح، ولكنهم يقومون أيضا بتشغيل المحركات والأضواء والتدفئة. يقول الخبراء إن البرد يمكن أن يقتل أسرع من نقص الأكسجين.